السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده نحل مع بعض تدريبات الدرس الأول موقع مصر الفلكي من كتاب الأضواء دراسات سنة 5 صفحة 16 و17 و20. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. يلا يا بطل، أول حاجة بيقول لك هنا أكمل العبارات الآتية بمناسبة من كلمات شبكة الإحداثيات بتتكون من خطوط الطول وإيه ودوائر العرض. دائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء. يعرف خط الطول الرئيسي بخط جرينتش. بتدور الأرض حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة من الغرب للشرق. دائرة الاستواء بتقسم الكرة الأرضية لنصفين متساويين شمال وجنوب. دائرة عرض رئيسية بتوجد جنوب دائرة الاستواء يا حبايبي، هتولد مدار الجدي. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. صح وخطأ بتفيد دوائر العرض في حساب الوقت بين مدينتين، هتقول له خطأ. دوائر العرض بتساعد في دراسة المناخ، صح. يقع مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي، هتقول له صح. رقم 4 بيمر مدار الجدي في جنوب مصر، هتقول له خطأ. يقسم خط جرينتش الكرة الأرضية لنصفين شمال وجنوب، هتقول له خطأ، ده شرق وغرب. تقع مصر شمال دائرة الاستواء، صح. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ده اسمه الموقع الفلكي. أنصاف دوائر رأسية بتصل بين القطبين الشمالي والجنوبي دي اسمه خطوط الطول. خطوط الطول يا شباب، يبقى الأولى دي موقع فلكي إنما التانية خطوط الطول. دوائر أفقية بترسم حول الكرة الأرضية وغير متساوية الطول دي اسمها دائرة العرض. دائرة إيه؟ دائرة العرض. اختار الإجابة الصحيحة. بيمر في جنوب مصر مدار، هتقول له سرطان. بتفيد دوائر العرض في معرفة المناخ. تستخدم خطوط الطول مع دوائر العرض في تحديد الموقع. دي صفحة 16. يلا بينا يا شباب على صفحة 17. صفحة 17 بتساعدنا خطوط الطول في تحديد الوقت، ويتشابه خط جرينتش ودائرة الاستواء في الدرجة 0. ادرس الشكل المقابل ثم أجب. يشير رقم 1 لمدار الجدي، هتقول له خطأ. يشير رقم 2 للقطب الشمالي، القطب الجنوبي، هتقول له خطأ. يشير رقم 3 إلى خط جرينتش. الدائرة رقم 4 بتكون درجتها 0. أجب عما يلي. إذا علمت أن الساعة في مدينة لندن الواقعة على خط جرينتش 10 صباحا، فكم تكون الساعة في مدينة الإسكندرية التي تقع على خط طول 30 شرق؟ هتقول له عدد خطوط الطول 30 ناقص 0 بتساوي 30 خط طول. وحساب الوقت بالدقائق 30 في 4 بيساوي 120 دقيقة. حساب الوقت بالساعات بتساوي 120 على 60 بتساوي ساعتين. والساعة بالاسكندرية بتساوي 10 زائد 2 يبقى تساوي 12 صباحا. خلاص يا شباب. ما المقصود او بما تفسر اهمية دوائر العرض؟ اهمية دوائر العرض ايه يا حبايبي؟ هتقوله تحديد المواقع شمال وجنوب ودراسة المناخ من حيث الحرارة. تحديد المواقع شمال وجنوب ودراسة المناخ من حيث الحرارة والايه والرطوبة. طيب أهمية خطوط الطول، احنا عاملين لك عليها سهم لتحت، بتساعدنا في تحديد المواقع على سطح الأرض شرقا وغربا ومعرفة فروق التوقيت. بتساعدنا في تحديد المواقع على سطح الأرض شرق وغرب ومعرفة فروق التوقيت. أهمية خطوط الطول ودوائر العرض في حياتنا ايه؟ هتقول له تحديد المواقع بدقة على سطح الأرض. يبقى أهمية الخطوط الطول ودوائر العرض إن هي بتحدد لنا الموقع بدقة على سطح الايه؟ على سطح الأرض. يلا يا بطل، السؤال الثامن: ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق؟ هتقوله بيؤدي إلى شروق الشمس في المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. بيؤدي إلى شروق الشمس في المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. السؤال التاسع: دلل على صحة العبارتين. اهتم المصريين القدماء بالفلك واستخدموه في مجالات متعددة. هتقول له استخدموه في تحديد الموقع وتوقيت الزراعة والأعياد الدينية وبناء الأهرامات. استخدموه في تحديد الموقع وتوقيت الزراعة والأعياد الدينية وبناء الأهرامات.
تتعدد دوائر العرض الرئيسية. هتقول له حيث توجد دوائر عرض رئيسية، وهي دائرة الاستواء، ومدار السرطان، ومدار الجدي، والدائرة القطبية الشمالية والجنوبية. معلش يا شباب، الأسئلة دي أسئلة مقالية، وأسئلة بتكون يعني إلى حد ما يعني أسئلة رخمة بصراحة، وعايزة كتابة، والكتاب أصلا مفيهوش مساحة، فحاول على قد ما تقدر تكتب يا في ورقة خارجية، يا إما تكتب بقى تلخص الإجابة. ما العلاقة بين خطوط الطول والوقت؟ أنا عندي العلاقة بين خطوط الطول والوقت إن هما الاتنين خطوط بتساعدنا في معرفة فروق التوقيت بين الدول. خطوط الطول والوقت هما الاتنين بيساعدونا في ايه؟ بيساعدونا في معرفة فروق التوقيت بين الدول. دوائر العرض والمناخ. هتقوله ان دوائر العرض دي بتساعدنا في معرفة المناخ من حيث الحرارة والرياح والمطر. طيب العلاقة بين خطوط الطول ودوائر العرض، هتقوله كلاهما عبارة عن خطوط وهمية رسمها العلماء على الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية لتحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. السؤال ال11 بيقول لك ايه؟ قارن بين دوائر العرض وخطوط الطول من حيث التعريف والخصائص. انا عندي دوائر العرض التعريف بتاعها، هتقولوا دي دوائر افقية غير متساوية الطول بترسم حول الكرة الأرضية. خصائصها ايه دوائر العرض او اهميتها؟ ان هي بتساعدنا في تحديد المواقع يا حبايبي، شمال وجنوب، وكمان بنستخدموها في دراسة المناخ من حيث الحرارة والرياح والمطر. خلاص. طيب خطوط الطول، هتقول له انصاف دوائر رأسية بتصل بين القطبين الشمالي والجنوبي، وبتساعدنا في تحديد المواقع شرق وغرب ومعرفة فروق التوقيت. دي صفحة 17. يلا بينا على صفحة 20 اللي هو اختبر نفسك التقييم الاسبوعي الدرس الاول. طبعا هنا الخريطه دي سهله خالص. بيقول لك هنا بما تفسر اهميه خطوط الطول. هتقول له خطوط الطول بتساعدنا في تحديد المواقع على سطح الارض شرق وغرب، وبتساعدنا في معرفه فروق التوقيت، احنا لسه قايلها من شويه. طيب ده هتقول له مدار الجدي، وهنا هتقول له دوائر العرض ان هي بتكون غير متساويه في الطول، وتقع مصر شمال دائره الاستواء. مقصود بشبكة الإحداثيات، هتقول له يقصد بها خطوط الطول ودوائر العرض. يقصد بها خطوط الطول ودوائر العرض. دوائر العرض هتقول له دوائر أفقية غير متساوية الطول بترسم حول الكرة الأرضية. دوائر أفقية غير متساوية الطول ترسم حول الكرة الأرضية. والاختيار سهل اهي. نيجي هنا بيقول لك لآخر سؤال بقى اللي بيكون في كتاب اهو، حدد وجه الشبه والاختلاف بين خطوط الطول ودوائر العرض. أنا عندي وجه الشبه، هتقول له كلاهما خطوط وهمية رسمها العلماء على الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية. كلاهما خطوط وهمية رسمها العلماء على الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية. الاختلاف، هتقول له إن خطوط الطول أنصاف دوائر رأسية بتصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. دوائر العرض، هتقول له دوائر أفقية غير متساوية الطول بترسم حول الكرة الأرضية. دوائر أفقية غير متساوية الطول بترسم حول الكرة الأرضية. كده حبايبي احنا وصلنا لنهايه الفيديو، حلنا مع بعض تدريبات الدرس الاول. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو بمعلومه واحده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح، مع السلامه.